في فيديو النهتردي هنتكلم عن سؤال ناس كتير بتسأله وممكن يقع ملخبط شوي، وهو ليه هي إصابة الشريان ممكن تقع خطر جامد، بس في نفس الوقت لو حد فقد يده أو جزء من طرفه مش لازم يحصل له حاجة تموت أو حاجة خطيرة بالشكل اللي ناس كتير متصوراها. والموضوع ده ناس كتير بتسمعه في أفلام أو مسلسلات ويفضل يقول طب ازاي ده يحصل وده لا. علشان كده أنا هشرح الموضوع بشكل بسيط ومن غير تعقيد، وكله كلام علمي وخفيف من غير تفاصيل تضايق أي حد. أول حاجة لازم نفهم يعني إيه كلمة شريان أصلا. الشرايين دي زي مواسير ما بينقلوش مية، لكن بينقلوا الدم اللي جاي من القلب لكل حتة في الجسم. الدم ده شايل أكسجين وأكل للخلايا، ومن غير الدم ده ولا خلية في الجسم تعرف تشتغل. يعني لو شريان مهم الجسم فجأة بيلاقي نفسه بيفقد دم مهم للمخ والقلب وباقي الأعضاء اللي محتاجاه طول الوقت، وده اللي يخلي إصابة الشريان أكتر حاجة فيها خطورة في ثواني. طيب نرجع للسؤال اللي ناس كتير بتسأل، ليها فقدان اليد أو الرجل مش معناه أن الشخص لازم حياته تقع في خطر. السبب بسيط، الخطر الحقيقي مش في فقدان الجزء نفسه، لكن في النزيف اللي ممكن يحصل وقت الإصابة. فمثلا لو حصلت إصابة كبيرة في اليد بس الإسعاف أتدخل بسرعة وتم وقف الدم من بدري، الشخص يقدر يعيش عادي ويكمل حياته حتى لو اضطر يشيل جزء من الإيد. يعني المشكلة مش في الجزء اللي ضاع، المشكلة في الدم اللي الجسم ممكن يخسره. وكل ما التدخل يبقى أسرع كل ما الخطر يقل. الجسم عنده قدرة إنه يتأقلم مع فقدان عضو. فيه ناس عاشوا بأيد واحدة أو رجل واحدة وكملوا حياتهم بشكل طبيعي، وشوفنا ناس بيلعبوا رياضة وعادي جدا، بس الجسم ما يعرفش يتأقلم مع فقدان كمية كبيرة من الدم بسرعة. علشان كده دايما نسمع إن أهم حاجة في أي إصابة هي وقف النزيف وإنقاذ الشخص بسرعة، لأن الدم هو اللي شايل الأكسجين اللي المخ محتاجه والقلب محتاجه وكل جزء من الجسم محتاجة كل ثانية. طيب ازاي الشريان أخطر من الوريد؟ الشريان بيكون فيه ضغط أعلى لأنه جاي من القلب على طول، فلو حصل ضرر فيه الدم بيخرج أسرع من اللي بيخرج من الوريد، وده اللي يخلي الموضوع يبقى طارئ أكتر. لكن في الآخر اللي بيحدد خطورة الإصابة هو هل الدم توقف؟ هل الإسعاف جه بسرعة؟ هل الشخص أتنقل للمستشفى؟ الموضوع كله مرتبط بالوقت. طيب هل معنى كده إن فقدان اليد مش خطر خالص؟ لا طبعا، لأنه أصلا فقدان جزء من الجسم حاجة مش بسيطة، لكن المقصود أن الخطر مش من فقدان اليد نفسها، الخطر من النزيف اللي ممكن يحصل معها. وده السبب إن ممكن شخص يفقد يده ويعيش، لكن شخص تاني يتعرض لإصابة صغيرة في شريان مهم ويحتاج تدخل سريع جدا. وعلشان كده التدريب على الإسعافات الأولية مهم جدا، لأن في مواقف كتير ممكن يبقى الفرق بين أن الشخص يبقى كويس أو الوضع يتدهور هو ثواني بسيطة. ولو أي حد شاف حد مصاب، أهم خطوة إنه يتصرف بمساعدة طبية، لأن الدقائق الأولى هي اللي بتحدد نتيجة الموضوع كله. وبرضه لازم نعرف أن الأطباء بيبقوا قادرين يوقفوا الدم بشكل محترف ويضبطوا الأوعية الدموية ويرجع الجسم لحالته الطبيعية بقدر الإمكان. فمهما كانت الإصابة كبيرة، وجود دكاترة وتمريض كويس بيغير كل حاجة. وده السبب إننا دايما بنقول إن الوعي أهم من الخوف، لأن أول ما تفهم ليه حاجة بتحصل هتعرف إزاي تتعامل معها. فإحنا مش بنتكلم عن حاجة تنتخب، إحنا بنشرح إزاي الجسم بيشتغل وإزاي نحافظ على الناس وقت الإصابة من غير أي تفاصيل صعبة. في آخر الفيديو أحب أقول لكم إن الهدف من الكلام ده إنك تفهم جسمك بيشتغل إزاي، وإنك تبقى فاهم الفرق بين فقدان عضو وبين إصابة شريان، وإزاي ده مختلف تماما عن ده، وكلهم ليهم علاج لو الإسعاف أتدخل بسرعة. ولو في يوم من الأيام كانت في موقف محتاج فيه تساعد حد، أهم خطوة إنك تتصل بالطوارئ بأسرع وقت ممكن، لأن ده أهم من أي خطوة تاني. وبكده نبقى فهمنا الموضوع بشكل بسيط ومن غير أي تعقيد. ولو عايزين جزء تاني أو موضوعات تانية شبه كده قولولي في التعليقات وأنا أعملها لكم. ويتمنى الفيديو يكون وضح لكم الصورة بشكل أسهل. شكرا لكم يا جماعة، واشوفكم في فيديو جديد.